اسرائيل برضو هي اللي بتقول، لا انا ولا الاعلام المصري، كله اسرائيل هي اللي بتقول اهو. ذكر موقع جلوبس الاسرائيلي ان اداره اوباما دفعت الجيش المصري الى احترام نتائج الانتخابات الرئاسيه بالدوله وتمكين مرشح الاخوان المسلمين محمد مرسي من تسلم السلطه كأول رئيس مدني منتخب للبلاد، مؤكدة أن الغضب الشعبي في الميادين المصرية وخاصة التحرير إضافة إلى الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على المجلس العسكري وكذلك عناصر دولية أخرى أدى إلى تحرك المجلس العسكري للتغاضي عن معارضته لتنصيب مرسي رئيسا. وأشار الموقع الإسرائيلي أن نيويورك تايمز نشرت تقريرا صباح اليوم أكدت فيه أن إدارة أوباما استطاعت أن تأخذ أنفاسها أخيرا بعد أن أوضح المجلس العسكري أن مرسي سيكون رئيسا للبلاد ليقودها لديمقراطية حقيقية. وألمحت نيويورك تايمز إلى أن القرار قوبل بالتفاؤل الواضح من قبل مسؤولين بالإدارة الأمريكية، مؤكدة أن المخاوف تصاعدت في واشنطن في الأيام الأخيرة من التلاعب في النتائج في سبيل وصول شفيق للحكم، مؤكدة أنه في سبيل منع التلاعب في النتائج النهائية الانتخابات لوصول شفيق إلى الحكم. حذر عدد من المسؤولين بالبيت الأبيض المجلس العسكري من أنه في حال عدم احترام النتائج النهائية للانتخابات فإن العلاقات مع واشنطن ستكون معرضة للخطر. ده احنا لسه ما كملناش. بنيامين العازر بقى قال الوزير الإسرائيلي السابق بنيامين بن العازر المعروف بالعلاقات الممتازة التي جمعته بمبارك وكان من أوائل وقلائل السياسيين الإسرائيليين الذين دعوا صراحة إلى دعم الرئيس المخلوع، أنه على إسرائيل عدم التعجل باتخاذ موقف من الرئيس المنتخب، وأضاف يجب الانتظار لنرى ماذا سيفعل الرئيس الجديد، فهو إسلامي ومعروف في الماضي بمواقفه المناهضة لإسرائيل. كل التغييرات الحاصلة الآن هي إسلامية وهي أكثر كراهية لإسرائيل. ده كان في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية. هي دي المرحلة، هو ده السيناريو اللي أنا قلته، يعني مفيش فيه الحمد لله شعرايه اتغيرت. قلت بمجرد كذا هتبتدي اسرائيل والاعلام دلوقتي بيقول لك التلاعب في الانتخابات. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، ان كارتر الرئيس الامريكي جيمي كارتر رفض مراقبه انتخابات جوله الاعاده، مرضاش. ليه؟ قال لك لان مفيش تعاون من المجلس العسكري والحكومة. ليه يا عم كارتر؟ قال لك لأن في نية لمنع المسيحيين من إن هم يذهبوا للتصويت، وأنا عندي معلومات بكده. والمجلس العسكري والحكومة ما خدتش إجراءات لتأمين المسيحيين لوصولهم للإدلاء بأصواتهم. أنا هراقب إذا كان في جزء من الشعب هيمنع من التصويت، أنا هراقب إيه؟ حطوا خط تحت الحتة دي، لأن هي كلها 10 أيام. ده إذا وصل أسبوع وهنلاقي جميع الصحف العالمية بتقول منع المسيحيين في مصر من الإدلاء بأصواتهم. المستشار فاروق سلطان ادعى في التقرير اللي كان مكتوب له وهو قراه إن ما حصلش منع للمسيحيين. طبعا ده كلام يعني مش عايز اقول عليه غلط، ولكن انا كان عندي بلاغات من المسيحيين في المنيا ومن المسيحيين في اسيوط بمنعهم بالتهديد من الذهاب الى مقار الانتخابات. وهنا في القاهرة وفي منطقة الخصوص مثلا في القاهرة الكبرى التابعة للقليوبية فيها عدد من المسيحيين تم منعهم. في قرى مختلفة في أجزاء بسيطة، يعني في عائلات قليلة من المسيحيين تم منعه.
اللي أدلى بصوته من الإخوة المسيحيين في مصر بالظبط 50%، وال50% تم منعهم من التصويت بكل الوسائل. ده لوحده بيلغي الانتخابات وبيبطلها، خلي بالكم. وهو نفسه المستشار فاروق سلطان قال هذا الكلام، قال ولكننا تأكدنا والتحريات. طب ما تطلع لي التحريات دي وتجيب لي هذا الموضوع وتعلنه، لأن الشرطة ما قالتش هذه التحريات، ولا المخابرات العامة قالت هذه التحريات، ولا المخابرات الحربية قالت هذه التحريات. الا اذا كان بقى عبد الفتاح السيسي غيرها، لو هو بيبعتها لكم ده موضوع تاني، لانه راجل الاخوان المسلمين على راس جهاز المخابرات الحربيه. لازم الشعب يبقى عارف كل انتماءات كل واحد، مش عيب. انا انتماءاتي معروف انها انتماءات وسطيه، انا راجل وسطي. لو اي مخلوق زايد على اسلامي يعني انا مش عايز اتلفظ بالفاظ، لكن الشعب هو اللي هيطلع يرد، مش انا ما اقعدش ارد على حد على فكره. يعني انا اللي هيقول حاجه هأطالب الشعب، وانا اعلم تمام العلم ان الشعب سيتحرك، لان الامس غير اليوم. انا بكرر دعوتي المره الثانيه ل مليونيه يوم الجمعه الساعه 6 مساء امام قبر الشهيد الراحل انور السادات. حد يقول لي اشمعنى قدام قبر انور السادات؟ لان احنا مش موافقين على ان قتلة الراجل ده يحكموا البلد من الاخر يعني. فده رمز، مش اللي قتل رئيسنا اللي جاب لنا النصر وجاب لنا واعاد للجيش المصري كرامته واعاد للعرب كرامتهم وعمل وعمل وعمل. احنا مغيبين ونسيب الصهيونية والإمبريالية العالمية يجيبوهم لنا على الحكم، وبعد شهر يقولوا لنا عليهم ده إرهابيين. احنا ما احناش يعني دمي، نحن لسنا دمي. النهارده يقولوا لنا دي الديمقراطية وبكره يقولوا لنا ده إرهابيين. لا، ما ينفعش، لأن هم نفسهم اللي هيقولوا. ده كلام لن نقبله ولن نوافق عليه، وهنعلن ذلك وهنعيد كمان الثوابت بتاعتنا. ثوابتنا هي الوقوف بكل ما أوتينا من قوة خلف قواتنا المسلحة، من أصغر عسكري حتى أقدم لواء في الجيش لم يدخل المجلس العسكري، ما يكونش دخل المجلس، إنما لو في المجلس بره. دي نقطة. النقطة الثانية بنبعث برضو بنأكد على دعمنا لهيئة الشرطة دعما تاما، من أصغر مجند في الشرطة إلى وزير الداخلية الحالي. بعد كده بنؤكد دعمنا للمؤسسة القضائية، كل رجال القضاء عدا المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. أكرر تاني، احنا خلف جميع رجال القضاء ما عدا القضاة ووكلاء النيابة الإدارية ورجال القضايا الدولة وبعض القضاة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. احنا ضدهم وعارفينهم بالاسم، وعندنا كشف بأسمائهم جميعا في هيئة قضايا الدولة، في النيابة الإدارية، في مجلس الدولة، في القضاء المدني. هم في القضاء المدني بيشكلوا 6%، في مجلس الدولة بيشكلوا الصغيرين، الكبار في حوالي 2%، بينما الصغيرين الكبار بالصغيرين بيشكلوا 10% من مجلس الدولة. في النيابة الإدارية بيشكلوا 10% برضه. في هيئة قضايا الدولة بيشكلوا 15%. كلهم على بعضهم العدد الكامل نسبة وتناسب بيمثلوا من كافة المؤسسات القضائية 20%. احنا ضد ال20% دول عشان يبقى الكلام واضح.
إنما إحنا بكل ما أوتينا من قوة خلف 80% من رجال هذه المؤسسات القضائية بلا استثناء، وعلى رأسهم المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشار الدكتور النائب العام عبد المجيد محمود، وأيضا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى النائب بتاعه، مش هو، لأنه هو إخوان أو تبع الإخوان أو بينتمي للإخوان أو متعاطف مع الإخوان أيا كان، فاحنا طبعا مش معاه، وعموما فاضل له أيام كلها أسبوع وهيطلع معاش. الحقيقة احنا مواقفنا واضحة، لا نتغير لا نتبدل. مش هروح رب دقني مثلا، يعني أنا بقول للإخوان المسلمين نعم وأهلا بكم على قدكم، يعني وفقا لحجمكم، إنما الحجم اللي انتوا اكتسبتوه بمعونة المجلس العسكري لا طبعا. احنا بكرة عندنا اجتماع ان شاء الله الساعة 2 الظهر، عدد من القوى الوطنية في مركز ابن خلدون، وبعد بكرة بدعي كل القوى الوطنية وكل رجال الإعلام وكل رجال الفن والثقافة إن هم يكونوا موجودين معانا للتحضير والتجهيز لمليونية يوم الجمعة الساعة 6 مساء. هنبقى موجودين بعد بكرة في مركز ابن خلدون برضو وقت مناسب الساعة 2 الظهر. بكرة هيبقى العدد قليل، بعض الأشخاص للتحضير لبعد بكرة، وبعد بكرة هيبقى للتحضير ليوم الجمعة. يوم الجمعة بنوجه الدعوة لكل أفراد الشعب في جميع المحافظات، اللي ما يقدرش يجي يخرج في محافظته، اللي ما يقدرش يجي يخرج في نفس التوقيت في المحافظة بتاعته. وبوجه أيضا لرجال الرياضة سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو كوادر رياضية، برضو بنوجه لها نفس الدعوة. كل فئات المجتمع، النقابات الوطنية مش الإخوانية، كل هذه التجمعات، كل رجال الأعمال بنوجه لهم هذه الدعوة. اللي عايزين يبعت ممثلين عنهم يبعتوا بعد بكرة في مركز ابن خلدون الساعة 2 الظهر. بكرة في اجتماع الساعة 2 الظهر في مركز ابن خلدون، طبعا اللي بيقوده الدكتور سعد الدين إبراهيم. هيجي واحد يقول لي طب ليه؟ هقول له لأن هو نفسه المركز اللي قال لأوروبا إن الإخوان مظلومين، فيبقى برضه نفسه هو المركز اللي يقول الحقيقة إن الإخوان ظلموا، وأن كان هناك صفقة بين المجلس العسكري وبين الإخوان، وهو عنده كل المعلومات أكتر مني كمان. يعني زي ما اتفقنا نفس الطريق احنا هنسلكه، زي ما تم سلوك طريق الهدف منه سرقة مصر، هنسلك نفس الطريق لمنع سرقة مصر.